اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بكم في قناتي. اللي لسه ما اشتركش يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلوا اي فيديو انا بنزله. النهارده بقى نعمل الكبده والكلاوي المشويه، كبده بلدي وكلاوي بلدي. هنعملها المشويه طريقه حلوه جدا وسهله. اول حاجه بجيب الكبده بتاعتي، بحط عليها ملح وفلفل اسود، وبحط عليها روزماري وبقلبها، بس ما بنحطش اي حاجة تانية دلوقتي. هو بس ملح، فلفل اسود، روزماري، وبنقلبها كده تقليبة كويسة. وبنجيب الجريل او المقلاية بتاعتنا. بنجيب مقلاية نحطها على النار تكون سخنة جامد، ممكن نمسحها كده بمسحة زيت. بس اهم حاجة ان احنا بنسيبها بقى تسخن جامد كده على البوتاجاز، بحيث ان هي يعني ما تخليش الكبده تنزل السوائل بتاعتها، لان الكبده لو نزلت السوائل خلاص الكبده هتنشف مننا. فاحنا اهم حاجه نخلي بالنا من النقطه دي. انا حطيتها كده على النار سخنت جامد زي ما انتوا شايفين. هبتدي بقى انزل بشرايح الكبده والكلاوي. ما تقولوش الكلاوي مش هتستوي ولا الكبده مش هتستوي، لا بيستووا، بيبقوا حلوين جدا. وخصوصا لو يعني لما بتكون بلدي ما بتاخدش وقت خالص. حتى الكلاوي ما خدتش وقت وطلعت مستويه وحلوه جدا جدا. دي من ضمن الحاجات اللي انتوا حبيتوا تشووها. الكبده طبعا مفيده جدا مشويه. جيبوها وحاولوا ان انتوا تدخلوها لاولادكم كتير، افضل من المقليه بتبقى كتير. فهنا انا هبتدي كده اشويها، بحطها بقى كده. وبعد ما بطلعها بجيب علبه، وكل اللي اطلعه اروح ارش عليه رشه ملح تاني وعصره ليمونه واغطيها عشان ما تنشفش مننا. وده شكلها بعد ما استوت. وعملت شويه كده محمرين زي ما انتوا شايفين، وشويه مشويين. وهي دي ابسط كبده ممكن تاكلوها، وسهله وبسيطه.